السلام عليكم المتتبعين ديالي، كلشي بخير. نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده، وتكونوا دوزتوا العيد مزيان، دوزوه بخير وعلى خير. المهم الروينه ديال العيد سالات اللحم درناه في الثلاجه، اللهم لك الحمد، دوزناه بخير وعلى خير. واليوم جيت نشارك معكم الجديد، واخا تعطلت شي شويه، راه اليوم ثالث عيد كروان ما ساليش الصراحه باش غادي ندير باش نشارك معكم الجديد. درتو في الثلاجه وخليته ساليت كاع الروينه ديالي. انا الجديد شنو استعملت غير دوك الجلود اللي تيكونوا في الجناب ديال الحولي. المهم هذوك الطروفه اللي ما كيصلحوش لا القطبان لا الطفوار لا حتى شي حاجه. وجاتني فكره، وحتى في المرقه ما كيجيش زوين، وجاتني فكره قلت لي مالا ندير به الجديد. اول مره الصراحه غندير الجديد، ما تيعجبني ولكن ما عمري ما درتو، وهذا العام قلت ضروري نديرو ونشاركو معكم. تشوفوا الطريقه الزموريه، طريقه في خميسات كيفاش كيديروا الجديد. ها نتوما شنو غادي ندوزو دابا المقادير. عندي هنايا معلقه ديال الكمون، معلقه ديال القزبور مطحون، معلقه ماشي معلقه غير واحد الراس ديال المعلقه ديال السودانيه، لان السودانيه مدقوقه عليا حاره بزاف. نزيد شي شويه لان غادي تغسل. ها نتوما المهم غير نسمها وصافي، لان في الاخر فاش غنشف الشمس وداك الشيء غنديرو في الشمس، مي هذاك راه غادي نخوي على ما طايب، راه غادي تنقص كاع هاد الحروريه، ما غاديش تبقى. غادي ندير هنايا معلقه ديال الكركم، هانتوما عندي نص معلقه ديال الابزار، هانتوما يعني تقريبا العطريه كلها معلقه ما عدا السودانيه درت غير ما كاملش حتى النص، الا الملحه لان خصها تكتر بزاف، لان الا ما كثرتوش الملحه غادي تدود لكم. ضروري الملحه، بحال تقولي هذيك الملحه هي اللي كتقادو. ها نتوما المعلقه الثانيه، الثالثه، الرابعه، 4 ديال المعالق. ما تخافوش من الملحه، تقولوا حق الملحه كثيره غادي تملح بزاف، سميتو تملح اللحم ويعني غادي يجي مر وداك الشيء. ما تخافوش من هذه، لان فاش غادي يكرم في الشمس وداك الشيء، غادي ملي تبغيو تستعملوه ضروري غادي تخويو عليه الماء طايب، وغادي تخليوه ساعات طويله باش يطلق كاع ديك الملحه وديك العطريه وداك الشيء كاع ديك سميتو كله غادي تحيد بهذاك الماء الطايب. ايوا دابا غادي نخلطوه هكايا، نخلط هذيك العطريه كلها تخص كاع داك اللحم كله يستافد من العطريه، كله دوزو العطريه، بالخصوص الملحه خصو يتملح كامل، لان الا ما تملحش راه غادي يخسر، غادي يدود. علاش يقولوا الملحه دودات؟ لان الملحه ما عمرها ما غادي تدود، كيعطيو بها الامثال تيقولوا الملحه دودات، لان الملحه هي اللي ما كتخليش الحاجه تدود. لان بالخصوص غادي نديرو في الشمس في السطح يكرم. صراحه كيعجبني بالخصوص في الطعام. كسكس تيعجبني بزاف، دقتو واحد المره عند واحد صاحبتي دارتو وعرضات عليا وعجبني، جا زوين. هذيك صاحبتي هي ما كديروش في سميتو، ما كديروش في الشمس،
هي غير تترقدوا بحال هكايا وكديروا في الفريغو. ولكن انا تيعجبني القديد يكرمش زعما بزاف حتى يولي قاصح. من واحد 3 ايام ولا 4 ايام يكون في الشمس وحيدوه. كاين اللي كيدير الضلوع، كاين اللي كيدير كل واحد والاختيار ديالو. ولكن انا ما الضلوع تيعجبوني الصراحه في الكسكاس. قلت نستافد غير من هادو ما كيصلحوش الصراحه حتى حاجه، ما كيجوش حتى في المرقه لا حتى شي حاجه، ما تيجوش زوينين. درت غير هذوك الجلود اللي تيكونوا في الكرش ديال الحولي. ضروري خصكم تستعملوا يديكم باش يديكم هي اللي كتحكموا فيها مزيان. في هذه الحاله يعني ما يصلحش لا معلقه لا حتى شي حاجه، ضروري خصكم تستعملوا يديكم باش انا راه درت حتى واحد الطريف انا ديال الشحمه. المشكل حتى الشحمه تجي زوينه. راه ساهل في التحضير ديالو، ساهل يعني ما فيهش شي مجهود. شويه كيستغرق الوقت غير فهاد بحال كيفاش كديري سميتو، فاش كديري الهكروه. فاش كتبغيو تفندوه هكا في العطريه كتشد شويه ديال الوقت، وما هو ما فيه حتى شي مجهود. هاد الوجبه ديال المعكازات المعكازات غير وجدوها. حاشا ما كايناش شي مغربيه معكازه، يعني المغربيات ما شاء الله عليهم حادقين ما شاء الله عليهم. ندير العطريه لان العطريه هبطات لتحت، خص ضروري نديرها كامله باش تستافد اللحم كامل من العطريه. ايوا ندير هكا. دابا هكايا غادي نديرو في الثلاجه وغنخليه تيرقد مزيان في هاد العطريه هادي حتى يستافد من ديك العطريه كلها تدخل في اللحم. عاد غادي نمشي نعلقو ان شاء الله في السطح هذوك الخيوط ديال النشا فين كتنشرو تما كتعلقوهم باش يكرموا بالشمس. ها انتما دابا غنديرهم في الثلاجه يشربوا مزيان هاد العطريه هادي. ايوا بعد ما خليت دابا القديد ديالنا خليته في الثلاجه شي مده 3 ايام ولا 4 ايام وتيرقد حتى يشرب هذيك العطريه مزيان. ودابا قطعتو شرائح هانتوما كما كتشوفوا، هانتوما قطعتو شرائح باش دخلوا الشمس، لان غادي نمشي نعلقو في الشمس. طلعوا السطح نعلقو في الشمس يكرم. هذاك الشيء باش درتوه كشرائح هكايا باش تدخلوا الشمس مزيان. هانتوما كتزلقوه في واحد الخيط، هانتوما بحال هكايا كتزلقوه. ملي كتعلقوه كتبقاو تقادو، ما تخليوش هكايا متراكم شي على شي، كتقادوه كتخليوه ديروا ليه بحال هذا الشكل هذا، هاد الجهه هذه بحال هكا يكون. هانتوما دابا غادي ندير واحد 3 ايام ولا 4 ايام في الثلاجه في الشمس حتى يكرم وغادي نهبطو. هانتوما كما كتشوفوا انا نشرته في السطح باش يتشمش مزيان، خصو يكرم. غادي نخلي واحد 3 ايام ولا 4 ايام على حسب، لان كاين بعض المرات تكون الحراره، كاين بعض المرات تكون الرطوبه. يعني الا كانت الحراره بزاف نخلي غير شي 3 ايام بحال هكا كاين صافي، وغادي ندخلو ونديرو في الفريغو الوقت اللي نحتاجو نجبدو. ايوا هانتوما كنتمنى الفيديو ديالي ينال الرضا ديالكم ويعجبكم، تعجبكم الوصفه اللي درت وتجربوها.
المهم حتى لهنا الفيديو ديالنا سالا، نخليكم صحه وسلامه وطول العمر، الى فيديو قادم ان شاء الله.